يا ترى ازاي النادي الأهلي أحرز واستقبل قدام الاتحاد تحت قيادة ثرب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي؟ هنبتدي بالهدف الأول للأهلي. شكل الأهلي في حالة بناء اللعب واضح، 4-3-3 صريحة، ولكن بالاعتماد على بن رمضان وتريزيجيه، 2 لعيبة في مركز 8 لتقديم الزيادة الهجومية، فيبقى خط الهجوم كأنه 5 لعيبة. وهنا هيجي سؤال مهم، هو ليه الأهلي بيبني اللعب ب4 لعيبة؟ لو تاخد بالك الاتحاد بيضغط ب3 لعيبة، فعلشان يحقق مبدأ التفوق العددي في التلت الأول وهو بيبني اللعب، زائد كمان لو الكورة اتقطعت يبقى عنده دفاع من 4 لعيبة قدام 3 من الاتحاد. تعال بقى نبص على التلت الأخير. برغم إن في 5 مدافعين من الاتحاد، إلا إن بسبب الزيادة اللي عاملها نص الملعب كلهم في موقف يعتبر 1-على-1. معنى كده إن رهان ثرب كان على التفوق للإمكانيات الفردية للعيبة الأهلي. وفعلا كرة طويلة من هاني في ظهر الدفاع المتقدم من الاتحاد، ولأن مفيش ضغط حقيقي من لعيبة الاتحاد على هاني، قدر يحط طولية دقيقة لزيزو اللي فعلا تفوق بفارق السرعة، علشان زيزو يلمح بن شرقي ويلعب عرضية بالمقاس. وطبعا دفاع الاتحاد بقى كله بيجري ورا الكورة علشان يلحق، وما بقاش في تركيز في الرقابة، علشان بعد تفوق زيزو في السرعة يتفوق بن شرقي في الاستلام والإنهاء، ويحرز الأهلي الهدف الأول. تعال بقى نشوف هدف الاتحاد اللي بيكشف مشاكل كبيرة في دفاع الأهلي أو المنظومة الدفاعية ككل. نفس شكل الأهلي بال4-3-3، ولكن برغم إن الاتحاد كان في بداية الهجمة بيهاجم ب2 لعيبة بس، إلا إن دايما كان في زيادة عددية على الأطراف، وبالذات على كوكا صاحب الإنذار. فكان لازم بن شرقي يرجع مع لعيب الاتحاد اللي جاي من خط الدفاع، ولو بن شرقي مش هيرجع كان لازم تريزيجيه يرجع يغطي مع كوكا، إلا إن كوكا اتحط في موقف لا يحسد عليه. وهنا كان بين خيارين أحلاهما مر، يا إما يضغط بس في الحالة دي هيخاطر بإنه يترقص، أو الباص يتحط في ظهره للمدافع اللي جاي من وراه في مساحة ممكن توديه للجون بشكل مباشر، أو يعمل الحل التاني ويحاول يأخر الهجمة لحد ما تيجي مساندة. ولكن برضو الحل ده منفعش، فراح ياسين مرعي يحاول يغطي، ولكن ظهرت مساحة كبيرة بين قلبين دفاع الأهلي. فين الترحيل يا ياسر؟ لازم هنا يرحل ويقفل المساحة اللي ظهرت، ومن وراه محمد هاني كمان يرحل، إلا إن ياسر فضل زي ما هو وساب المساحة فاضية تماما لفادي فريد علشان يقطع ويحرز الهدف الوحيد للاتحاد. مشكلة كبيرة ظهرت في دفاع الأهلي، المساحة اللي بين قلبين الدفاع. مستوى ياسر ما كانش في أفضل حالاته في المباراة دي، والزيادة اللي حصلت على كوكا من بعد ما أخذ الإنذار كان لازم يتعامل معاها ثرب بشكل أفضل من كده. أشكرك لو وصلت لحد هنا، وما تنساش اللايك.